موضوع في غاية الأهمية حضراتكم، وأنا بشكر إدارة الكنيسة والآباء إن هم اتفقوا إنه النهضة السنة دي تكون دراسة في رسالة القديس يعقوب. القديس يعقوب من الآباء الرسل اللي عاشوا مع المسيح دقيقة بدقيقة، فتعليمه مرتبط جدا جدا بالإيمان العملي، ويمكن الآباء كلهم شرحوا لكم القصة دي. بس النهاردة في موضوع في غاية الأهمية، عنوانه كده: نطوب الصابرين. الصابرين. وأول ما نقول نطوب الصابرين نمدح الصابرين يعني، فإحنا هنتكلم عن كلمة اسمها الصبر. ومش هناخد وقت كتير، احنا هنتكلم في نقاط محددة علشان نكون بنستفاد. الموضوع ده في غاية الأهمية، يمكن هو أكتر حاجة احنا محتاجينها في الوقت الحالي. ودايما نسمع كلمة اصبر يا أخي، صبر أيوب، طول بالك، هي محتاجة صبر، إن ما كنتش تصبر مش هتنال. الكلمة دي بتتكرر كتير، وأنا النهاردة عايز أتكلم معاكم في هذا المفهوم. ما معنى كلمة صبر؟ أصل خدوا بالكم، في ناس مش فاهمة صح معنى كلمة صبر. ازيك يا بابا؟ اتفضل اتفضل يا حبيبي. اتفضل يا حبيبي، ازيك؟ اتفضل. أول ما نقول كلمة صبر، ما تستحمل يا شيخة، أهو صليبك واستحمليه، اصبر على البلايا زي ما كان أيوب. فكلمة صبر بالنسبة لنا أول ما نقول إحنا النهاردة هنتكلم عن الصبر، استحمل المصايب واسكت، واوعى تشتكي، واوعى تتذمر، واوعى تتكلم. أصل الصبر على البلايا ده هو سمة القديسين، فلا بد أن تصبر. بس في نقطة مهمة جدا: هل المسيحية في مفهومها عن الصبر هو بس إنك تستقبل المصايب وتصبر وتتحملها وتطول بالك عليها، ولا في مفهوم تاني؟ قديس يعقوب في الرسالة بتاعته بيبدأ بيقول إيه؟ أول الرسالة خالص: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وأما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين وغير ناقصين في شيء. إيه هو ده؟ أنت بتقول لي الصبر أتحمل المصايب، ولما تيجي عليك مصيبة نشكر ربنا ونتحمل وما ملهاش حل تاني، وإن شاء الله ربنا هيديك ثواب وأجر عظيم في السماء لما تصبر. هل المسيحية تنظر إلى فضيلة الصبر بهذا المنظور؟ تعالوا نشوف القديس يعقوب بيقول إيه: احسبوه كل فرح. إيه ده؟ أفرح لما تجيلي الآلام؟ محتاج أفهمها دي، لأن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، والصبر يعمل شوية حاجات حلوة، يديك إنك تبقى تام وكامل وناضج ومفرح وفرح وتنمو في حياتك. إيه المنظور ده؟ لا، الحكاية دي أنا عايز أفهمها أكتر. معنى كلمة الصبر في المسيحية أن تبقى في حالة التجربة أو الألم أو ولكن عينك على هدف، وعينك على غرض، وعينك على غاية بشجاعة. ايه الكلام ده؟ لا بطلنا تليفونات خلاص، انت نسيتي ولا ايه؟ احنا بطلنا نصور في الكنيسة خالص. وقت الصلاة في الكنيسة ما بنستخدمش موبايلات خالص، بطلنا الحكاية دي خالص.
كنيسة بيتك يا رب طريق القداسة، مش هنشتت نفسنا بالكلام اللي بتاع النت في الكنيسة، البث ده موجود اللي عايز يسمع. وهنا ونختصر القصة ونقول ما معنى كلمة يصبر؟ انه عينه على حاجة معينة ويتحمل كل ضيقة وكل ألم عشان الموضوع ده. في واحد بيصبر على زوجته، نسأله انت صابر ليه؟ يقول عشان عندي هدف ان بيتي ينجح وان بيتي يروح السماء. ده اسمه الصبر. مش الصبر ان تجيلي مصيبة فأتحملها، لا. الصبر اني عندي هدف وغاية عايز اوصل لها، وانا بوصل لها في شوية ضيقات في النص. الضيقات والآلام دي مش فاضلها، مش وقتها، مش شغلاني. في ضيقة، في مشكلة، في تعب، في ايا كانت المشكلة، معلش بس في هدف انا عايز اوصل له، في غرض انا عايز اوصل له، في حاجة قدام عيني انا عايز اوصل لها. وهبسطها لكم بطريقة جميلة خالص. رب المجد بيقول كده في ايه؟ في انجيل القديس لوقا بيقول كده، الإصحاح 8 في لوقا: خرج الزارع ليزرع، وسقط بعض على الطريق وبعض في الشوك وبعض في الأرض الجيدة. فبيقول كده التلاميذ سألوه يا رب يعني ايه الكلام ده؟ فقال لهم اقول لكم، الذي في الأرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. أنا عارف إن الكلام لسه مش واضح. كم مرة سمعنا وعظة أو كلمة أو قرينا الكتاب المقدس وصبرنا على تنفيذه؟ فهمتوا كلمة الصبر؟ هتبدأ توضح اهي. أنا بسمع وعظات كتير وبروح، بس ما عنديش خلق وما عنديش صبر وما عنديش طولة بال إني أنفذ الوصية اللي سمعتها من الكتاب. أصلي الجو والوقت والسرعة، وهنعرف هو ليه إحنا بقينا كده. بس أول نقطة، هل أنا أصبر على كلمة الله؟ هل أنا أصبر على حياتي الروحية؟ هل كلمة الصبر يعني البقاء فيه؟ البقاء فيه، أنا هبقى في وضع حياتي الروحية بشجاعة. هل أنا عندي الصبر أني أسمع الوصية من أبونا؟ لا 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 يا أبونا ما تقوليش كده، لا 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 أنا مش هسمعك وأنت بتقولي صالح مراتك، لا 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 لا، أنا مش هصبر، أنا مش هسمع، أنا مش هستجيب للوصية دي. كلمة صبر يعني عندي هدف وأنا أصبر لتحقيقه. تقول لي طب والضيقات؟ هيقول لي هتحمل الضيقات عشان عندي هدف أنا رايح له، في حاجة أنا قدام عيني عايز أوصل لها. هل أنا أصبر على كلمة الله؟ أصبر على وقفة صلاة؟ دي أول نقطة. احنا هناخد الجانب الإيجابي في الأول، وبعد كده هناخد الصبر في الضيقات والآلام، وهناخد الصبر في حياتنا الروحية، وهنشوف الصبر عند أيوب كان إزاي. 4 كلمات في 4 دقايق عشان ناخد وقت كتير. لكن في إنجيل القديس لوقا رب المجد بيقول كده، الذي في أرض الجيدة هم الذين يسمعون الكلمة زينا كده ويحفظونها في قلب جيد صالح، وإيه؟ يثمرون بالصبر. تثمر كده، بس أنا عندي طولة بال إني أثمر بالصبر. أنا ياما بسمع وعظات، ياما بسمع كلام، وروحت من الكنيسة زي ما أنا. ليه؟ يقول لي أصل ما عندكش الفضيلة بتاعة طولة البال. تصبر على جهاد الوصية، اصبر على
انك تقف وقفة صلوة حلوة. مين فينا ببساطة كده في وقفة القداس يصبر ويقف في القداس ما يتكلمش مع اللي جنبه، يقف ويركز مع أبونا وهو بيصلي، يصبر على وقفة صلاة حلوة في البيت؟ ويسأل السؤال اللي كل يوم أسأله لكم، كلكم وكلنا لما جينا بدأنا بيوت وفتحنا بيت للزواج أو للرهبنة أو للأسرة، كل واحد فينا قرر أن يكون عنده في البيت متر في متر صورة للمسيح وبيقف يصلي. كانت زمان مخدع أوضة كبيرة، بعد شوية بقت يعني حاجة زنطوطة، وبعدين بقت لوحة جميلة كده في الطرقة، ويعني متر في متر. سؤالي، هل المتر في متر ده لسه موجود ولا اتشال وتحط مكانه الشاشة وتحط مكانه البلاي ستيشن وتحط مكانه في السرير والكنبة والحاجات وتوسع المطبخ عشان نعمل اوبن كيتشن ومش عارف ايه؟ المكان ده لسه موجود؟ الوقفة دي لسه موجودة في بيوتنا؟ يبقى نوقف الوعظ ونبطل كلام، مفيش وعظ تاني خلاص، ملوش لازم. صحيح، ما احنا يسمعون الكلمة ولا يحفظونها في قلب جيد صالح. انا سمعت كلام وسمعت وعظات جميلة، بس الاجتماع لطيف وحلو كده، بس انا ماليش علاقة شخصية برب المجد يسوع. بيتي واسرتي مالوش القعدة الحلوة مع ربنا. المسيح غير حاضرا في بيتي ومنتظرين ما يكونش فيها خناقات ومشاكل؟ لا، غريبة قوي دي. ما هو منطقي طبعا، ما هو طبيعي طبعا، لان ما عنديش المكان اللي بتلاقى فيه واتقابل فيه مع المسيح. يبقى اول نقطة، هل انت بتصبر على حالة القداسة في البيت؟ لا لا لا، ماليش نفس، ايش نفس اروح ادخل على الكنبة كده وافرد الرجلية واقعد اتفرج على الموبايل واعمل جيم واعمل شات واعمل حاجات. ما بصبرش على الحاجات الروحية بتاعتكم دي. يا ابوي ده ابونا يوحنا ده ما يطول، يا ابوي ده بيزهقنا. القداس يقول لنا 9 يطلع 9 وتلت. انا شاورت صح ولا حاجة؟ محدش صبران على الروحيات، محدش صابر على القداسة. ده كلهم يعني ده تأثروا جدا يعني. محدش صابر على وقفة قداس. والعجيب جدا، بس يا بنتي، والعجيب جدا ان احنا يلا عشان نخلص القداس. طب بعد ما روحت من القداس ما عملناش حاجة، ما عملناش حاجة فعلا. يلا يا ابونا عشان النهضة، يلا عشان نروح، وبعدين مفيش ولا حاجة. مش صابر على نفسك في حالة القداسة اني اقعد قداس حلو. مش صابر على نفسك انك تفتح الكتاب وتقرأ انجيل حلو. مش صابر على نفسك انك تمسك حاجة روحية وتقراها. مش صابر على نفسي. عشان كده الكتاب بيقول كده، اول نقطة، يثمرون فيها بالصبر. اصل الاسمار ده، عارفين لو في انتوا عشان انتم مدنيين، لكن لو فلاحين تعرفوا كويس قوي موضوع الزرع ده. يا ابوي ده عايز طولة بال، يرمي البذار، لا يوضب الارض في الاول ويفرش ميه ومش عارف يعمل ايه كده، يحط بذار وكده يشوف يعمل ايه ويوضب ايه ويحوش الحشيش ايه، شغلانه عشان بس يطلع بس شويه قمح. محتاجه شويه صبر وطولة بال. فاول نقطه، هل نصبر على كلمه الله، نسمعها ونحفظها في قلوبنا ونعيش بيها، ولا مش صابر على نفسي؟ ماليش بالبلدي كده يعني، ماليش خلق اني اسمع وعظة كل يوم، ماليش خلق اني اتقابل معاك يا رب. يا للدرجة دي ما عنديش موتيفيت وطاقة وتشجيع اني اقعد
في الأوضة بتاعتي واتكلم معاك يا رب؟ لا، مليون حاجة تطلع لي، ومليون اختراع، ومليون تليفون، ومليون شات، ومليون موبايل، وانا اصلا ولا حد يعرفني اصلا، ولا مهم قوي ولا حاجة يعني. بس هي حاجة اشغل نفسي بيها، مش صابر على نفسي. اقول لكم على الكلمة الاقوى منها، هل انا صابر على حياة القداسة؟ قديس بولس الرسول بيقول كده في تسالونيكي الاصحاح الاول، قال كده: متذكرين بلا انقطاع. يلا يا اولاد، كل يوم متذكرين بلا انقطاع. ايه يا بولس؟ عمل ايمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاءكم. نقول تاني: متذكرين بلا انقطاع. عمل ايمانكم، اصل الايمان لازم يبقى عامل، مش ايمان بس نظري، ايمان عامل. تعب محبتكم، لما تقعد تقول لي انا بحب انا بحب انا بحب وما بتتعبش، يبقى ده كل ده كلام فارغ. فلان يحب فلان يتعب علشانه، الزوج يحب زوجته يتعب علشانها، زوجة تحب جوزها يتعب علشانها، الاب والام يتعبوا عشان ولادهم يتعبوا علشانها. دي اسمها المحبة. عمل ايمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاءكم. وانا عندي رجاء في ربنا وايمان في ربنا والثقة في ربنا، عندي صبر اني هتوب، عندي صبر ان جوزي ده هيتوب، عندي صبر ان ولادي هيرجعوا ويتوبوا، عندي صبر. اربطها بالكلمة اللي بعديها: صبر رجاءكم. اللي عنده الرجاء عنده صبر. اللي عنده رجاء في المسيح وعنده ثقة فيه يقول: أنا مطمن يا رب، أنا صابر على حياتي إني هتوب، وإنك مش هتسيبني، وإن مهما ضعفت ومهما غلطت يا رب أنت مش هتسيبني، يا رب هتتوبني، يا رب هترجعني. قديس يعقوب هنا بيقول إيه؟ اقبلوا الكلمة المغروسة، اقبلوا الكلمة المغروسة القادرة أن تخلص نفوسكم. إصحاح الأول رسالة يعقوب، موضوع الدراسة بتاعكم. اقبلوا الكلمة المغروسة، اتغرست زرعة واتغرست، المغروسة القادرة، كلمة الله قادرة أن تخلص نفوسكم. بس المشكلة ما عنديش صبر لعمل الروح القدس فيا، أزهق بسرعة. بيقول كده: ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، خادعين أنفسكم. بص بيمثلها بمثل حلو خالص: لأنه إن كان أحد سامع للكلمة فقط وليس عاملا، فذاك يشبه رجلا ناظر وجه خلقته في مرآة. واحد فرج بص على نفسه في المراية الصبح ومضى ونسي ما رآه. ده بالظبط اللي يجي الكنيسة ويحضر النهضة ويحضر الاجتماعات، وأول واحد يحضر الاجتماع وأول واحد يحضر وبعدين يروح، بس ما يصبرش على إنه ياخد الكلام ده ويفكر فيه، يقول: أيوة صحيح، أبونا النهاردة قال لنا وقفة الصلاة، فين وقفة الصلاة دي؟ في واحد يعمل بقه كده: يا سلام، أيوة فعلا، بس. وفي واحد يقول: يا خبر، لا، الكلمة دي موجهة لي أنا النهاردة، أنا هروح بيتنا هدور على المكان اللي ضاع مني وأعمل مكان للصلاة. ما بقاش فيها وقت، ما بقاش فيها وقت، العمر قصير، ما بقاش فيها وقت. لا، ده أنا هبنى النهاردة هوضب مكان أصلي فيه واتقابل فيه مع المسيح. في واحد سامعا عاملا بالكلمة. مين يصبر على نفسه ويطول باله؟ عارفين إيه اللي مشتتنا؟ عارفين إيه اللي مضيع القصة؟ ثقافة في الغرب اسمها ثقافة الارتياح الكاذب. ايه الارتياح الكاذب؟ انت متضايق مخنوق، فك عن نفسك يا راجل،
اطلع اتفسح، روح الكافيه، اشرب مش عارف ايه، اخرج مش عارف ايه، اعمل اي حاجة غلط، فك عن نفسك، روح المصيف واعمل اللي مش عارف الايه. طيب هل انا ارتحت؟ ما تصبرش على المشكلة وعلى نفسك، لا مش مستاهلة، يلا اعمل اللي انت عايزه، اللي هي المتعة السريعة والشبع السريع. اخرج، افتح تلفزيون، اعمل حاجات، ايه طلع. طب يا عم استنى، اركز وركز في اللي جوه. لا مش مهم، مش مهم. وده يرجعنا لنفس النقطة، ما معنى كلمة صبر؟ ما معنى كلمة صبر؟ عيني على هدف، عيني على هدف وانا بصبر علشان احققه، انا بطول بالي عشان احققه. عندي مشكلة، عندي خسارة في الفلوس، عندي خسارة في الماديات، عندي في اسمه ده، في البيت، في الأسرة، أنا أصبر إني أصلح البيت ده، أنا أصبر إني أخلص البيت ده، أنا أصبر إني أقود البيت ده للصح. قديس يعقوب بيقول كده: احسبوه كل فرح. يعني ايه هفرح لما تيجي الآلام؟ قال له اصل الآلام دي بتشدد بتقوي. نقول ابونا فلان ده، ده راجل مختبر، ده راجل اتحمل كتير وشاف تجارب كتير، فتلاقيه قوي، بيصبر، بيتحمل. يا ابونا جبت منين؟ يقول من كثرة التجارب ادتني تزكية، ادتني قوة. طب وفلانة ضعيفة، خلاص كسرت، أنا تعبت، أنا اتدمرت، أنا مش قادرة، أنا خلاص، أنا أصل عيني مش على هدف. هي اعتبرت نفسها خلاص عشان في كارثة حصلت أو مشكلة كبيرة حصلت أو حاجة حصلت، خلاص ماتت خلاص وانتهت. ليه يا أمه؟ عندك هدف عايش علشانه. أصل للأسف، زعلوش مني، ناس كتيرة مننا عايشة وهي مش عارفة ليه عايشة. صدقوني ناس كتيرة نقعد معاهم: يا فلان يا ابني انت عايش؟ يقول لي انا عايش وخلاص لغاية ما اموت، اهو عاملين لي لغاية ما يعملوا لي هبقى اموت وخلاص، اديني قاعد. طب انت مش ليك هدف؟ ما اعرفش، ماليش هدف. اصلا انا مش زي العظماء الكبار، زي بولس، زي القديسين، ده انا راجل غلبان، عندي عيل وعيلين. اقول له مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ انت اللي حابس نفسك في كده، لكن في هدف حلو ربنا خلقك علشانه، بس انت مش عارف. تجي لي ماما كده 70 سنة تقول: لا يا اخويا، لا يا حبيبي، ده انا بتصل بالبنات قبل ما انزل الاجتماع كل يوم، انا ما اعرفش اعمل حاجه، فاتصل بيهم افتقدهم، ويتحريقوا عليا ويقولوا لي ان شاء الله، ويقولوا لي حاضر، بس في 2 3 منهم بيجوا، انا بعمل اللي عليا. قال لها: برافو عليك يا تيتا، شاطره. فلان يساعد الناس ويدور على خلاص الناس، واحد عارف هو عايش ليه، وفي واحد يا عيني عايش زي باقي الكائنات، يأكل ويشرب لغايه ما تخلص، مش عارف الهدف شكله ايه قدام عينه. قديس يعقوب بيقول كده: احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب، عالمين، واخدين بالكم، عالمين ان امتحان ايمانكم، ان الحاجة اللي انتوا فيها دي، ده هتديك شوية قوة، هتديك شوية صلابة، هتديك شوية متانة. اصل احنا كمصريين نسمع كلمة امتحان في اي حتة هنعمل ايه؟ يا ربي ده امتحان، يا خبر ده الامتحان، فتتضايق. اي حد اي كائن يسمع كلمة امتحان يزعل. مع ان لو خدتوا بالكم ان كلمة امتحان يجي بعديها ارتقاء لمستوى اعلى. بتاع اعدادي لما نجح او دخل الامتحان عشان يدخل ثانوي، وبتاع ثانوي يمتحن عشان يخش، وبتاع الكلية يمتحن عشان يتخرج. الامتحان ده عشان تترقى، بس احنا مش فاهمين دي. اي تجربة واي ألم بيعد به الانسان لكي ما يتزكى، فيديني قوة ويديني صبر. طيب ايوه، القديس يعقوب
كمل لنا موضوع الصبر ده لو سمحت، عشان انا نفسي اتشجع، لان انا سمعت كتير وعظات عن الصبر، بس انا نفسي افهمه واعيشه صح. المحبة اول ما قال كده بولس، قال المحبة ايه؟ تتأنى. اول ما قال المحبة تعمل ايه؟ يعني تطول بالك، يعني المحبة بتصبر. اول حاجة اقولها لك ان المسيح بيصبر عليك، المسيح يطول باله عليك، المسيح صابر علينا جدا. ليه يا رب؟ ايه الهدف اللي قدام عينك؟ يقول ولادي عشان يروحوا السماء، انا عايزهم يروحوا السماء، عايزهم يخلصوا، عايزهم يرجعوا. طب انا صابر على فلان ده عامل 100 مصيبة، يا رب صابر عليه ليه؟ يقول لي يتوب ويرجع، انا عيني على انه يروح السماء، انا مطول في عمره عشان يتوب ويروح السماء، انا مطول في عمرها علشان تصالح اخواتها وتروح السماء، انا مطول في عمره علشان يتوب ويروح السماء. اصل انا بصبر عشان قدامي هدف. الصبر اني عندي هدف وعايز اروح له. اما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين وغير ناقصين. اصل الصبر ده يخلينا اشداء، تخليش البني ادم هش ضعيف، قصبة تزريها الريح. جات له كلمة على النت يا تتلخبط ويترعب، جاله كلمة واحد زعله يزعل ويتوتر ويتضايق ويتلخبط. مالك؟ يقول لي خفيف، عندي هشاشة، عظمي خفيف، نفسيتي خفيفة. الصبر اللي بيقول عليه القديس يعقوب انه افرح لما تجيلك تجربة، لان التجربة دي تديك القوة، تديك صلابة. اخر حاجة خالص، طب انا مين هيشجعني ومين هيديني الصبر ده؟ تعالوا نسمع القديس بولس الرسول وهو بيقول لنا الدرس كله. في رسالة العبرانيين بيقول لنا امثلة للايمان. يعوزني الوقت ان اخبرت عن جدعون وبراق وشمشون، ده ابراهيم عمل ويوسف عمل، ويتكلم عن رجال الايمان. فبيقول القديس بولس الرسول بيقول كده ايه؟ لذلك يا احبائي، لذلك احنا عندنا سحابة شهود كلهم صبروا، كلهم اتحملوا. ابراهيم استحمل، اسحاق استحمل، يوسف اتحمل الظلم، يعقوب، كل واحد فيهم اتحمل تجربة ألم معينة وصبر. طب وبعدين نعمل ايه؟ يقول كده لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود هذا مقدارها محيطة بنا فلنطرح عنا كل ثقل والخطية القائمة علينا. اللي يخليك ما تصبرش؟ افكار المجتمع اللي حوالينا. تصبر ليه على مراتك؟ تصبري ليه على جوزك؟ ده انت متجوزه من 3 سنين، كفايه قوي. لا سيبك انت منه خلاص، روحي لابوك وامك خلاص. انت تصبري عليه ليه؟ تصبر على نفسك انك تتوب وتتبطل الموضوع الفلاني وتتعلم وقفه فلانيه وده. لا انا ما تعبش نفسي، انا ادلل نفسي وطبطب على نفسي واللي حواليا. ولو رحت لماما، ماما هتقولي ايوه يا بنتي صحيح، تعالي يا بنتي في حضني يا حبيبتي واخربي بيتك ولا يهمك يا حبيبتي. ما عنديش الصبر للتقوى، الصبر اني اطول بالي على القداسه وعلى الوصيه. فبيقول كده اذ لنا سحابه شهود محيطه بنا فلنطرح، كلام عملي بقى، فلنطرح عنا كل ثقل. ايه الحاجات اللي متقلة عليك ومخليك مش صابر؟ دلع لنفسك، شايف نفسك بس، لا انا الصح، هما ما بيفهموش. شايف نفسك 10/10، مش محتاج حاجة، مش محتاج انك تصبر على توبة ولا على نقاوة ولا على لما انا رحت لابونا قبل كده وحاولت ان انا ابطل الموضوع فاني ما عرفتش، خلاص بقى انا زهقت،
انا مش هعمل كده تاني، انا مش هجاهد تاني. عشان كده بيقول لنا كده: لنطرح كل الثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. ارمي 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 ايه اللي معطلك، ولنحاضر بالصبر. نحاضر يعني نجاهد، يعني نجري. نحاضر بالصبر، نجري ناحية هدف معين، وايا كان فيه الهدف. عايز تبقى متميز، عايز تبقى دكتور، عايز تبقى مش عارف ايه، عايز تروح السماء، عايز تبقى مع المسيح، المهم في هدف انت عايش علشانه. الصبر يخليك تصبر على الهدف ده وتحققه، فما يهمكش الحاجات اللي في النص. عارفين لما واحد كان بيقول كده ايه؟ سيد المسيح لما قال من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر، كان قصده ايه؟ أنا مش فاضي حد يهني، أنا عندي الأبدية والسماء. لطمك على خدك الأيمن اديله الآخر، إحنا مش فاضيين ده أهني، ده بهدلني، ده عملني. أنا مش فاضي، ده أنا عندي ملكوت السماوات، أنا عندي أبدية، أنا عندي السماء. مش فاضي للكلام الصغير. في ناس بعيد عنكم مخها صغير، تمسك في الفاضية. لكن الإنسان القوي يقول كده: فلنحاضر فلنجاهد بالصبر. في الجهاد الموضوع لنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. عارفين عايزين تتعلموا الصبر؟ القديس بولس الرسول بيقول كده: عايزين تتعلموا الصبر؟ الدرس سهل خالص خالص خالص. بص على يسوع المسيح، بسيطة خالص. من أجل الجهاد، من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب. احتمل الصليب. مين فينا بيتعرض للصليب؟ خناقة في البيت، ولا زعل، ولا مش عارف ايه، ولا فقدان، كل دي حاجات صعبة طبعا. والنهاردة هقول لكم على المفاجأة. في الصبر وانت عندك هدف حلو، عيط وتألم واصرخ وقول أنا موجوع، وقول أنا تعبان، يا رب اديني أصبر لغاية ما أوصل للهدف. أصل ساعات حد يروح يقول لك إيه يا أخ فلان ما تعيطش، أنت ما عندكش رجاء. لا، عندي رجاء، بس أنا عندي مشاعر. أنا متألم على ابني اللي مات، أنا حزين على الفقدان اللي حصل، أنا موجوع من التجربة أنا تعبان، أنا متألم. ممكن أبكي؟ طبعا لازم تبكي، ولازم تقول مشاعرك، ولازم تحترم مشاعري وأنا ببكي. بس في فرق بين واحد بيتألم وهو موجوع، واحد بيتألم وهو متذمر. في واحد بعيد عنكم على طول متذمر، ده مش ما عندوش صبر، ده عنده مشكلة في شخصيته. هو شايف كل حاجة وحشة، عملت الأكل وحش، مش عارف غلط، مش عارف ايه، دايما متذمر دايما متذمر دايما متذمر. ده نوع. لكن النوع اللي أنا بتكلم فيه بتاع الصبر ده، أن أتألم وأنا موجوع لأجل أني بحب اللي حواليا جدا وصعبان عليا، فأنا ببكي أو بتألم أو موجوع. حقك تبكي، وحقك تتوجع، وحقك تجري على أبونا وتشتكي، وحقك تجري على جوزك تقول له أنا وموجوعة، أنا متألمة. لكن في فرق بين الوجع وبين التذمر. واحد بيزن، واحد على طول بيشكي، واحد شكاي، تفرق كتير. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، هذا الذي من أجل السرور الموضوع أمامه واحتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل صابرا من الخطاة مقاومة لنفسه حتى لا تكلوا. في قصة القديس في سفر أيوب مشهور جدا طبعا، وأنا حابب بس أحط عليه سبوت لأنه من أمثلة الرجاء والصبر. دايما نقول أيوب ليه؟
لأن تجربة أيوب وألمه وتعبه كانت نموذج يعني قريب لينا. فأنا حابب أقرأ لكم بس مشهد جميل خالص. أليهو في إصحاح 35. أليهو صديق أيوب ساب الكبار، أيوب اتكلم وبعد كده أصدقائه بدأوا يتكلموا ويعاتبوه ويقولوا له أنت وأنت وأنت. المهم أليهو ده الشاب اللي فيهم. إصحاح 35 صغير قوي، أنا هاخد منه آية واحدة. فأجاب أليهو وقال: أتحسب هذا حقا؟ قلت أنا أبر من الله، لأنك قلت ماذا يفيدك؟ بماذا أنتفع أكثر من خطيتي؟ أنا أرد عليك كلاما وعلى أصحابك معك. انظر إلى السماوات وابصر ولاحظ الغمام إنها أعلى منك. إن أخطأت فماذا فعلت به؟ وإن أكثرت معاصيك فماذا عملت له؟ أيوب زي بعض منا يعني لما يضغط: ليه يا رب كده؟ ده أنا بحضر الكنيسة، ده أنا بصوم، ده أنا أبونا عارفني، ده أنا ما سيبش الكنيسة، ده أنا في الاعترافات، ده أنا تجربنا أنا، ده أنا مش هعمل حاجة تاني حلوة بعد كده. لا 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 لا، ده الوحشين هم اللي كويسين. فأليهو بيقول له: عايز أقول لك على حاجة، هو حضرتك لما كنت بتعمل حاجات حلوة كنت بتنفع ربنا في حاجة؟ فكروا في الحكاية دي كويس. ساعات كتير نغلط ونقول: ده أنا يعني، والأخ ده ولا الأخت دي. أليهو بيقول له: بماذا أنتفع أكثر من خطيئتي؟ أنا أرد عليك كلاما يا أيوب على أصحابك. انظر إلى السماوات وابصر ولاحظ الغمام إنها أعلى منك. إن أخطأت فماذا فعلت به؟ يعني لو أنت غلطان وبتغلط أثرت على ربنا في حاجة؟ وإن قديس وعظيم وما حصلتش أثرت في ربنا في حاجة؟ ده أبونا يصلي ويقول كده: لأنك لست محتاجا إلى عبوديتي، بل أنا اللي محتاج. أصل أول جملة نقولها في الضيق وفي الألم: ده أنا بعد كده مش هاجي الكنيسة يا عم، ده هم اللي بيتجرب بتاع الكنيسة. مين اللي قال لك الثقافة دي جبتها منين؟ أنا عارف أنت جبتها منين. هل هو ربنا بينتفع من تقديماتك وصلواتك والحاجات؟ طبعا بيفرح بيك، لكن هل أنت تقدم لله نفعا؟ فقال له: بس بالراحة يا أيوب، إن كنت برا فماذا أعطيته؟ أو ماذا يأخذه من يدك؟ لرجل مثلك شرك ولابن آدم برك. لو الحلو لنفسك وحش لنفسك، حلو ليك وحش لولادك حبيبي. فمن فضلكم خدوا بالكم من الفكرة دي. بيقول لأيوب: أنت بس مش صابر وأنت زهقان بسرعة. بس على فكرة يا أيوب، أنت في كلامك وأنت بتعاتب أنت تخطيت كل الخطوط. لا يا أيوب، فكر يا حبيبي وأنت بتعاتب ربنا أنك بتكلم ملك الملوك ورب الأرباب. عاتب وقول له: أنا زعلان، بس ما تقولوش أصلي أنا عملت وأنا عملت. يقول لك: حبيبي أنت من يدك أعطيناك. بس بيقولوا حاجة جميلة خالص: من كثرة المظالم يصرخون، يستغيثون من ذراع الأعزاء، ولم يقولوا أين الله صانعي مؤتي الأغاني في الليل، الذي يعلمنا أكثر من وحوش الأرض ويجعلنا أحكم من طيور السماء. عايز يقول له إيه؟ يا أيوب، ربنا سامع ألمك وعارف وجعك، إن العيال راحت والفلوس راحت والبيت راح وجسدك تعب. يا أبوي ده أنت متجرب أوي 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 يا أيوب. الله يسمع صراخك يا ابني، ربنا مش زعلان منك لما أنت صرخت. ده أنا جاي أقول لك بس بفهمك إنه مش أعمالك الحسنة ولا أعمالك الوحشة هي اللي بتخلي ربنا يتعامل معاك. الله يحبك ويعرف ضعفك ويسمع أنينك ويسمع صراخك. وبعدين الآية اللي بقول لكم عليها بقى:
فإذا قلت يا أيوب أنك لست تراه فالدعوة قدامه فاصبر له. فاهمين هذه؟ يا أيوب أنت زعلان وبتقول لست أراه، الدعوة قدامه، الصلاة بتاعتك طلعت، الدعوة بتاعتك وصلته. عارفين زي بالبلدي كده ايه، الأوراق بتاعتك قدام المكتب، على المكتب بتاعه يا فندم. الدعوة قدامه فاصبر له. خلي عينك عليه، خلي عينك عليه وطول بالك، الدعوة بتاعتك طلعت. يمكن هو ما قررش دلوقتي وما جاش الوقت ينتقم من الأشرار أو يعمل الموضوع الفلاني، بس خد بالك الدعوة قدامه فاصبر له. أيوب كام؟ 35. أيوب 35 ده بتاعنا كلنا على فكرة. أليه بيرد على كل واحد فينا متألم موجوع، يقول له حبيبي الغمام والسماء دي حاجات عالية علينا خالص خالص، بس إن كنت تفكر إن برك بيأثر ولا شرك بيأثر، ده بيأثر عليك أنت يا ابني، منفعة ليك أنت إن كنت صالحا. ولكن الله يسمع الاستغاثة بتاعتك ويسمع ألمك ويسمع ضعفك ويسمع تعبك. وإن كنت لا تراه وإن كنت تقول إني لا أراه فالدعوة أمامه، فالدعوة أمامه فاصبر له. وقف في الصلاة دايما قول له بص بقى، أنا دعوتي قدامك يا رب، أنا صلاتي ليك يا رب، وأنا أصبر. قلنا معنى كلمة صبر هي إيه؟ أنا منتظرا هدف معين، أنا أصبر للأبدية، أنا أصبر للخلاص، أنا أصبر لتقديس حياتي، أنا أصبر لتنفيذ كلمة الله، أنا أصبر على الآخرين، أنا بصبر على الناس التانية، على أخواتي، على الآخرين. أصبر، ما تزهقش، ما تستعجلش. اسمها إيه دي؟ ما تفقدش الرجاء والأمل في أصعب حد في الدنيا. كان مين يصدق أن اللص اليمين، كان مين يصدق أنه شاول الطرسوسي اللي بياخد الجوابات عشان يقتل المسيحيين يكون بيبشر ويكون أعظم رسول في المسيحية؟ مين اللي يقول بطرس صياد السمك اللي عمل كذا موقف صعب جدا، وما ذلك ربنا يقول له يا سمعان انت بتحبني، طولة بالك يا رب. اصبر على نفسك، اصبر على ضعفك، قول له يا رب انا يعني مش هزهق، انا مش هزهق من ضعفي، انا حاولت وبحاول وهحاول، انا مش هفشل، انا مطول بالي. وطول بالك على الآخرين زي ما ربنا مطول باله علينا. وإذا ضعفت وتعبت يقول كده في عبرانيين إذ لنا سحابة شهود. بص عليهم، ارجع لقصص الآباء قد إيه صبروا وقد إيه نالوا المجد. الشهداء يصبروا على تعذيب، أبو زفين يصبر على التعذيب ويصبر على الإهانات ويصبر على الآلام. ليه؟ يقول لي بيشتموا إيه وبيتكلموا في إيه يا راجل، حد بيعاكسني في الشارع وحد بيضايقني وبيقول لي مش عارف ايه، انا عيني على الابديه، انا عيني على السماء، فاصبر لإله خلاصك. الصبر يعطينا قوه، يعطينا تعزيه، ويديني موتيفيت، يديني شجاعه اني اكمل. لكن لو مش عيني على الهدف ما انا خلاص يائس وفاشل. تشجعوا بالصبر. والجملة الجميلة خالص اللي بيقولها القديس بطرس نختم بيها، قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا. ليه في التعفف صبر؟ أصل العفة محتاجة صبر، عفة اللسان محتاجة صبر، عفة الفكر محتاجة صبر. ان انت لسانك طويل شويه فعايز تمسك نفسك كده وتكون عفيف، عايزه مجهود، فعايزه صبر. طول بالك، تتكلمش كتير، ما تتكلمش بسرعه، امسك نفسك وقت الغضب بتاعك، اصبر. ربنا يقويكم، يحفظكم، يديكم نعمه وبركه وفضيله الصبر. لإلهنا كل مجد وكرامه من الآن والأبد، آمين.